أهلا بيكم معانا. النهاردة عندنا رحلة شيقة جدا في قصة اسمها حراس المعرفة، إرث الأجداد والنهضة الثقافية، وهنركز بالتحديد على حكاية الورقة الأخيرة من مذكرات جدي. أهلا بيكي وبكل المستمعين. فعلا قصة مشوقة ومليانة تفاصيل. رحلة فيها غموض وتاريخ شخصي بيتداخل مع إرث ثقافي كبير. هدفنا هو إننا نستخلص أهم ما فيها. مستعدين؟ يلا بينا. تمام. القصة دي أعمق من مجرد مغامرة. هي بتدخل في مواضيع مهمة زي الحفاظ على التراث، العلاقة بين الأجيال، الجذور، وكمان التحديات اللي بتواجه حماية الإرث ده. يعني فيها مزيج حلو بين التشويق التاريخي والتغيير اللي بيحصل للشخصية الرئيسية. بالظبط. تحول شخصي عميق. القصة بتبدأ مع الدكتور ياسين، أستاذ تاريخ في السوربون، يعني عايش في باريس بقاله 15 سنة بعيد عن مصر. الانقطاع ده لوحده بداية قوية. 15 سنة مدة مش قليلة أبدا. وفجأة بتوصله رسالة عاجلة من جاره القديم في حي الظاهر. حي الظاهر بالقاهرة، حي له تاريخه. رسالة فيها خبر صادم. جده الحاج سليم، اللي كان رمز للوطن والذكريات بالنسبة له، بيحتضر وعايز يشوفه. ياه، موقف صعب جدا. العودة دي أكيد مشحونة بمشاعر كتير، يعني مش بس رجوع لمكان. أكيد، رجوع للماضي، للذكريات، ويمكن إحساس بالتقصير كمان. والمصادر بتحكي عن لحظة اللقاء الأخير دي، وإزاي الجد اداله مفتاح غريب ورسالة مختومة بالشمع الأحمر. المفتاح والرسالة دول شكلهم بداية اللغز كله. تماماً. دول الرمز اللي هيفتح أبواب لأسرار عائلية وتاريخية محدش كان يعرفها. وبعد وفاة الجد، ياسين ما بيقعدش، بيدور وبيكتشف ورا مكتبة جده الكبيرة غرفة سرية. غرفة سرية؟ ده لوحده يخلي الواحد عنده فضول يعرف إيه اللي مستخبي فيها. وفي الغرفة دي بيلاقي صندوق خشب قديم، بس مش أي صندوق. لا، مش أي صندوق. إزاي؟ الصندوق مقفول ب7 أقفال، 7، وكل قفل عليه نقش لرمز مصري قديم مختلف. 7 أقفال ب7 رموز هيروغليفية. كده الموضوع شكله أكبر بكتير من مجرد مذكرات شخصية. بالظبط، كأن الجد كان حاطط طبقات من الحماية والمعرفة، مش أي حد يقدر يوصل للمحتوى ده. ولازم اللي يفتحه يكون عنده القدرة على الفهم، مش بس مفتاح معدن. وهنا بقى بتدخل داليا، جارته القديمة اللي بقت دلوقتي أستاذة معروفة في علم المصريات. خبرتها ضروية جدا في المرحلة دي. وبيبدأوا هما الاتنين رحلة فك الألغاز، لغز لكل قفل من ال7. يا ترى إيه كان أول لغز؟ اللغز الأول كان غريب شوية، بيقول: في المكان الذي تلتقي فيه الأنهار ابحث عن مفتاح الحياة. لغز شاعري بيربط البحث بالمعرفة نفسها. مفتاح الحياة اللي هو الأنز. أيوة، طب والمكان اللي بتلتقي فيه الأنهار؟ دي إشارة لمنطقة المطرية في القاهرة، المكان المرتبط تاريخياً برحلة العائلة المقدسة. وشجرة مريم يعني مكان بيرمز للحياة والتجدد. ولقوا المفتاح الأول فين؟ عند شجرة الجميز التاريخية هناك؟ بالظبط. استخدام رمز ديني وتاريخي مشهور زي ده بيضيف عمق للبحث، مش مجرد مغامرة عادية. ومع كل مفتاح بيلاقوه السر بيكبر. ياسين بيكتشف إن جده ما كانش مجرد راجل كبير بيحب التاريخ، لا، كان إيه؟ كان عضو في شبكة سرية اسمها حراس المعرفة المصرية. حراس المعرفة المصرية؟ شبكة سرية هدفها الحفاظ على التراث؟ أيوة، مش بس الآثار، لأ، المعارف والمهارات اللي مش ملموسة، خصوصاً في الفترات الصعبة اللي مرت بيها مصر. هي فكرة الشبكات السرية دي ليها أساس تاريخي على فكرة. في ثقافات كتير واجهت خطر الطمس الثقافي. اللي لافت في الشبكة دي إن كل عضو كان له تخصصه. ده مهم جدا. زي إيه مثلا؟ يعني الحاج سليم جد ياسين كان متخصص في أسرار العمارة الإسلامية، دكتور نبيل في علوم الفلك القديمة، أستاذة سميرة في أسرار النسيج والأنماط بتاعته، وعم عادل في الطب الشعبي والأعشاب. يا سلام، تنوع كبير بيغطي جوانب كتير من الحضارة. ده بيورينا إن التراث مش بس مباني وآثار. لا، ده كل حاجة بتشكل هوية الحضارة، المعرفة، الفن، العادات، كل حاجة. وهو ده فعلا المعنى الحقيقي للتراث. وده بيوضح إن حمايته محتاجة تخصصات وجهود متكاملة، مش شخص واحد يقدر يعمل كل ده. الشبكة دي نموذج للعمل الجماعي المنظم عشان نحافظ على الذاكرة بتاعتنا. تماما. ومن هنا البحث عن باقي المفاتيح بيتحول لرحلة كبيرة، رحلة في محافظات مصر كلها. يعني ما بقاش موضوع عائلي وخلاص. لا خالص، بقى مهمة أكبر بكتير.
وبتبدأ المغامرة في اسكندرية. مدينة التاريخ العريق والمكتبة الأسطورية. بيدوروا في المكتبة الوطنية، لكن كمان بيكتشفوا غرفة سرية في قصر المنتزه، وبيتواجهوا مع لصوص آثار. بدأ الأكشن يعني. جدا. وبعدين بينزلوا على الأقصر، قلب مصر القديمة. هناك التحدي أكيد كان مختلف. طبعا. في معبد الكرنك بيحلوا لغز هيروغليفي معقد، وبيكتشفوا نفق سري تحت تمثال صغير لأبو الهول. نفق سري كمان؟ ده الموضوع عمال يتعقد. وبيضطروا يهربوا من مطاردة عنيفة. المخاطر بقت حقيقية قوي. الرحلة مكملة لفين بعد كده؟ للجنوب أكتر، لأسوان والنوبة، أرض الذهب. أسوان والنوبة ليهم تراثهم الخاص والمميز جدا. بيدوروا في جزيرة فيلة على وثائق نوبية قديمة، وبيقابلوا ناس من أهل النوبة بيعتبروا نفسهم حمال المعارف النوبية. أكيد لقوا كنوز هناك، كنوز معرفية. واكتشفوا كمان أسرار عن طرق الري القديمة اللي ساعدت الحضارة دي تعيش على النيل. لافت جدا إزاي الرحلة غطت جغرافيا مصر وتنوعها الثقافي. كل مكان بيمثل نوع مختلف من المعرفة. بالظبط. اسكندرية يعني وثائق ومخطوطات، والأقصر نقوش على الحجر وأسرار معمارية وفلكية. وأسوان تراث شفوي وتقاليد وتقنيات زراعية وبيئية. الرحلة نفسها بقت درس تاريخ حي. ده حقيقي. بس طبعاً مفيش مغامرة من غير عدو. بيظهر الخصم الرئيسي، منظمة دولية اسمها اليد السوداء. اليد السوداء، الاسم لوحده يخض. بيقودها رجل أعمال شرير وغني جداً اسمه فيكتور، هدفه مش الحفاظ على التراث خالص. أكيد هدفه السرقة والفلوس. سرقة التراث وبيعه في السوق السوداء، ويمكن كمان استخدامه لأغراض تانية أسوأ. للأسف ده الصراع الأزلي، ناس بتحاول تحافظ وناس بتستغل وتدمر عشان مصالحها. القصة هنا بتطرح السؤال المهم، هو الدافع بس الفلوس؟ ولا في أبعاد تانية زي محو الهوية مثلاً؟ سؤال مهم جدا. شخصية فيكتور والمنظمة دي بتجسد الخطر الحقيقي اللي بيواجه تراثنا كل يوم. واللي بيزود الدراما والصعوبة إنهم بيكتشفوا خيانة من جوه شبكة الحراس نفسهم. يا نهار أبيض، خيانة من حد قريب وموثوق. واحد من الأعضاء اللي كانوا بيساعدوهم طلع عميل مزدوج شغال مع فيكتور في السر. دي بتبقى أصعب ضربة. الخيانة من الداخل بتدمر الثقة وممكن تهد كل حاجة. وكانت فعلا هتدمر كل حاجة، حطتهم في خطر كبير جدا. ده بيخلي الصراع إنساني أكتر، مش مجرد صراع خير وشر وخلاص. رغم كل ده، الخيانة والمطاردات، ياسين وداليا بقدرتهم على حل الألغاز وعزيمتهم بيوصلوا للاكتشاف الأهم. اللي هو إيه؟ المفاتيح السبعة ما كانتش بتفتح الصندوق الخشب وبس، لا، دي كانت بتوصل لمكان مكتبة سرية ضخمة. مكتبة سرية؟ فين؟ تحت الأرض، في سراديب معبد دندرة، المعبد المشهور بسقفه الفلكي الجميل. يا إلهي، مكتبة كاملة فضلت محفوظة آلاف السنين تحت معبد دندرة؟ ده اكتشاف يغير التاريخ. بالظبط. والمحتويات اللي جواها حسب المصادر يعني شيء خيالي. مخطوطات نادرة في الطب والهندسة متقدمة عن عصرها. وإيه كمان؟ خرائط فلكية دقيقة بشكل لا يصدق. وثائق تاريخية ممكن تعيد كتابة أجزاء من التاريخ اللي نعرفه. وكمان أدوات علمية متطورة جدا بالنسبة لوقتها. هنا القصة بتدخل منطقة الماذا لو. ماذا لو كان القدماء عندهم علوم فقدناها؟ اكتشاف زي ده مش مجرد كشف أثري، دي ثورة معرفية حقيقية ممكن تحصل. تماماً. ده هيخلينا نعيد التفكير في تاريخ العلوم والتكنولوجيا كله، ونسأل نفسنا إيه اللي فقدناه في النص. الأهمية مش بس في اللي لقوه، لكن في الأسئلة اللي ممكن تتفتح بعد كده. وده بيودينا لنقطة مهمة جدا. لكن طبعاً الخطر لسه مخلص. فيكتور وجماعته عرفوا مكان المكتبة وحصروا المعبد. المواجهة الأخيرة حتمية. بس المرة دي ياسين وداليا معاهم سلاح جديد، المعرفة اللي اكتشفوها. أيوة، المعرفة قوة. إزاي استخدموها؟ استخدموا أنظمة دفاع قديمة كانت موجودة في تصميم المعبد نفسه، وممرات سرية عرفوها من الوثائق. والأهم من ده كله، استعانوا بالأهالي، أهل البلد اللي حسوا بأهمية المكان ووقفوا معاهم عشان يحموه. جميل جدا ربط التراث بالمجتمع المحلي. هم دول الحراس الحقيقيين فعلا. وبعد المواجهة الصعبة دي والانتصار بتيجي لحظة مهمة قوي. ياسين بيدرك إن الإرث الحقيقي اللي جده سابه مش المكتبة ولا كنوزها. أمال إيه؟ الإرث هو فكرة مهمة، مشروع للمستقبل اسمه مشروع النهضة الثقافية. دي النقلة الأهم في القصة كلها.
مش بندور على كنز وخلاص، لا، بندور على مسؤولية نبني بيها المستقبل. القيمة مش في اللي اكتشفناه، القيمة فيه هنعمل بيه إيه؟ بالظبط. الإرث مش حاجة بنورثها وبس، دي مهمة بنكملها. وأهداف المشروع ده عملية جدا، إنشاء متاحف رقمية عشان الكل يقدر يشوف التراث ده، فكرة ممتازة لضمان الانتشار، وتأسيس مراكز لتعليم الحرف التقليدية اللي قربت تختفي، عشان نضمن استمراريتها وتنتقل للأجيال الجديدة. وإطلاق منصة دولية للدراسات المصرية عشان نشجع البحث العلمي، وإنشاء الصندوق لدعم الباحثين الشباب. يعني مش حفظ سلبي، لا، إحياء وتفعيل للتراث، ربطه بالحاضر والمستقبل. إيه رأيك في الرؤية دي للإرث؟ رؤية حديثة وضرورية. التراث عشان يعيش لازم يتفاعل مع الواقع ويخدم المستقبل. الرقمنة، التعليم، البحث، دعم الشباب، ده نموذج إزاي نخلي التراث مصدر للتنمية، مش مجرد ذكرى. والالتزام ده كان محتاج تضحية. ياسين قرر يسيب شغله في السوربون ويرجع يعيش في مصر ويكرس حياته للمشروع ده، قرار صعب أكيد. وأسس مع داليا اللي بقت شريكته في الحياة والمهمة كمان مركز الأجداد للتراث المصري. بس الطريق ما كانش سهل، وده الطبيعي، أي مشروع كبير لازم يقابل تحديات. واجهوا مقاومة من جهات تقليدية وصعوبات تمويل ومحاولات سرقة وقرصنة وحتى معارضة من أكاديميين. الواقعية دي مهمة في القصة، بتوضح إن الحفاظ على التراث معركة مستمرة. لكن رغم كل ده المركز حقق نجاحات مبهرة، سجلوا 50 حرفة تقليدية في اليونسكو، ده إنجاز كبير جداً على المستوى الدولي. ودربوا أكتر من 1000 شاب على الحرف دي، وعملوا رقمنة لمليون وثيقة تاريخية، وأطلقوا أول متحف افتراضي متكامل. دي أرقام بتدل على تأثير حقيقي. التراث هنا بقى محرك تنمية بجد. والعلاقة بين ياسين وداليا اتطورت واتجوزوا وخلفوا ابنهم سليم. الحياة الشخصية والعمل بقوا حاجة واحدة. ده بيضيف بعد إنساني جميل للقصة. والأجمل بقى إن ابنهم سليم وهو عنده 6 سنين بس بدأ يتعلم هيروغليفي. يا سلام، الشغف بينتقل للجيل الجديد. هو ده الضمان الحقيقي لاستمرار الإرث. الإرث مش هيموت طول ما في جيل جديد بيحبه وبيتعلمه. والقصة بتوصل لنهايتها بمشهد مؤثر قوي. في عيد ميلاد سليم الخامس، ياسين بيلاقي رسالة أخيرة من جده. رسالة تانية فين؟ كانت مخبأة كويس قوي جوه مصحف قديم كان بتاع الجد. رسالة فيها الخلاصة كلها. يا ترى كان مكتوب فيها إيه؟ رسالة بتقول: يا حفيدي يا ياسين، لو بتقرأ الكلام ده يبقى أنت فهمت المعنى الحقيقي. الإرث مش في الصناديق المقفولة ولا السراديب. الإرث مش في الماضي نفسه، لكن في إزاي بنستخدم الماضي ده عشان نبني مستقبل أحسن. كن خير خلف لخير سلف. مسؤوليتك دلوقتي مش بس الحفظ، لا، البناء. الله، كلمات تختصر الرحلة كلها، من البحث عن كنز مادي لفهم إن الكنز الحقيقي هو المسؤولية تجاه المستقبل. بالظبط، الإرث هو الأساس اللي بنبني عليه، مش مجرد ذكرى بنتفرج عليها. التراث طيار حي، لازم نغتني بيه ونضيف ليه ونوجهه للمستقبل. وكده الدايرة اكتملت، رحلة بدأت بالرجوع للجذور، بقت مغامرة لكشف الأسرار، وبعدين مهمة لحماية التراث، وانتهت بفهم عميق للإرث كمشروع للمستقبل. قصة فعلا بتجمع بين إثارة المغامرة وعمق المسؤولية الحضارية. وبعد ما استعرضنا تفاصيل القصة دي، يمكن يفضل سؤال مهم نفكر فيه. اللي هو بعيداً عن الآثار والمباني القديمة، التراث بيمثل لنا إيه النهاردة في حياتنا؟ وإزاي كل واحد فينا ممكن يساهم حتى لو بشكل بسيط إنه يحافظ على معرفة أو مهارة أو قيمة في مجتمعه؟ سؤال مهم جدا. إزاي نخلي التراث ده أداة للمستقبل، مش مجرد حاجة من الماضي بنفتخر بيها وخلاص؟ إزاي نحول ماضينا لوقود لمستقبلنا؟ ده سؤال يستحق نتأمل فيه كتير.